بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بداية كده نعرفكم بنفسنا الأول. احنا منظومة أو مؤسسة أكتو خير. احنا مجموعة صيادلة، بنهتم بتدريس مواد صيدلة للكليات العلمية بصيدلة، خصوصا لأننا خريجين صيدلة، ومعانا الحمد لله كفاءات ومدرسين في جامعات كتير يقدروا يهندلوا المناهج دي بشكل كويس جدا، ويقدم المساعدة ليهم. طبعا احنا بنقدم المساعدة لينا بكذا شكل. هي بتكون مدفوعة بأجر، مقارنة بالسوق طبعا بيبقى فيه مقارنة كبيرة. بالإضافة لأننا ممكن نساعدك بكذا شكل موجود. احنا بنديك طبعا الأول حاجات فري بحيث انك تشوف الشغل بتاعنا. الحاجة التانية، احنا بيتركز شغلنا على اتجاهين. الاتجاه الأول ان احنا مثلا بناخد PDF زي ده. الPDF زي ده زي ما حضرتك شايف ممكن يكون 40 سلايد ولا حاجة. الPDF ده ممكن في الآخر نوصله مثلا لشكل 7 ورقات، 8 ورقات، شكل متلخص ومتنظم بحيث ان انت كل حاجة تبقى قدامك في عدد ورق قليل وتعرف تذاكرها بشكل كويس. دي طريقة تلخيص. الطريقة التانية ان احنا كمان بنشرح الملفات دي. لو انت عايز شرح ككورس ويكون بشكل كويس، الحمد لله شرح بروفيشنال يعني. وكذلك بنديك برضو عينة في الأول، تجربة مجانية. بتشوف الكورس، لو عجب حضرتك بتكمل عليه، ما عجبكش مفيش أي مشكلة. دي كانت نبذة سريعة عننا. تمام. تعال بقى نتكلم الأول عن الكيمياء العضوية. بداية محاضرتنا إن شاء الله إن إحنا هنتكلم عن الإينولز والإينوليت. بس قبل ما نبدأ عايز نتكلم عن كذا مصطلح كده بس في الأول إحنا عندنا حاجات هتقابلنا، يعني إيه نيوكليوفيل. تمام. وهنتكلم عن يعني إيه إلكتروفيل، وهنتكلم عن الأسيديتي. تمام. ناخد الأول يعني إيه نيوكليوفيل. نيوكليوفيل ده غالبا بيبقى مجموعة أو عنصر عليه لون بير اوف الكترونز. يعني ايه عليه لون بير اوف الكترونز؟ يعني عليه شحنة سالبة يقدر يديها لأي مركب تاني أو يهاجم على حاجة عندها نقص في شحنة الإلكترونات بتاعتها. جميل كده. جميل. طيب، ايه بقى الإلكتروفيل؟ عكسه. إلكترو يعني إلكترو فيل يعني محب، وبالتالي يبقى قلنا الإلكتروفيل فهو حاجة محبة للشحنة السالبة، يعني هو نفسه بيكون عليه موجب، يعني عنده نقص إلكترونات، وبالتالي هو عايز إيه؟ عايز حاجة عليها شحنة سالبة. تمام كده. طب يعني إيه بقى الأسيديتي؟ الأسيديتي دي ببساطة كده يا دكتور قالك إيه؟ سهولة خروج البروتون من المركب. البروتون اللي هو الاتش الموجب. طب البروتون ده هيخرج من المركب ازاي؟ هيخرج من المركب لما يكون فيه كربون ماسك فيها بروتون اللي هو الاتش، وفي حاجة تانية بتسحب منها الالكترونات. الحاجة التانية دي بقى ايه هي؟ دي بتكون مجموعة عندها سالبية كهربية عالية تقدر تسحب الإلكترونات من الكربونة دي. طيب المجموعات زي دي مثلا ممكن تكون O، يعني كيتون أو ألدهيد، أو ممكن تكون أي مجموعة بنرمز لها بزد، حيث إن زد دي بتكون مجموع ذرة عليها شحنة سالبة عالية. احنا بقى في كلامنا عن الإينول والإينوليت. يعني ايه الأول إينول؟ هو أكيد الإينوليت طالما هي 8 في الآخر فهي السولت من الإينولز. طب ايه هي الإينولز بقى؟ الإينولز دي قالك بتتقسم لحاجتين. الإينولز يعني اي ان، ان وأول. الاي ان دي يعني دبل بوند، يعني رابطة ثنائية في المركب بتاعنا. وأول يعني OH جاية من الكحولات.
قال لك بقى الاتنين دولت كده لما بيتجمعوا مع بعض في مركب بيكون حاجة اسمها اينول. طب ايه الاينول ده برضو؟ يعني قال لك ان ال OH دي بيكون في حاجة عليها اللي هي زي الاكسجين لون بير. اللون بير دي تقدر تنزل على الرابطة اللي بينهم بحيث ان هي تكسر الرابطة الدبل دي للذرة اللي قبليها. فمثلا عندي سي دبل بوند او كيتون يعني مثلا، ومرتبطة مع ال OH مثلا، او ايا يكن الذرة اللي هتكون هنا موجودة ايه بعد كده. يعني احنا هناخده الزد دي كتير. طيب الزد هنا او الاو هنا فيها لون بير، تقدر تنزل اللون بير دي في الكربونة دي، وبالتالي هتكون هنا دبل بوند. طيب هنا الكربونة دي هيكون حواليها 1 2 3 4 5 من ورا، فهيبقى فيه 5 روابط. فبالتالي هتبقى مش مستقرة لأن هيبقى عليها بوزيتيف تشارج، عليها شحنة موجبة، وبالتالي لازم تكسر الرابطة دي لصالح الأكسجين. طيب الأكسجين هنا هتبقى عليها إلكترونات، فهتاخد أي اتش بقى من الوسط اللي هي فيه عشان تكون ال OH، وبالتالي عمل إين وأول في المركب بتاعنا. نيجي بقى للمحاضرة بتاعتنا. احنا اتكلمنا بشكل عام كده، نبدأ بقى نشوف الباوربوينت بتاعنا. احنا في الأول عايزين نعرف كذا حاجة عن المحاضرة عشان نبقى عارفين هنمشي ازاي. احنا الأول هناخد تعريف كده أو identify الألفا هيدروجين، وبعد كده هنفرق ما بين الإينول والإينوليت. بعد كده هنشوف الاستابيليتي بتاعت الإينول والإينوليت والتايب اوف بيزس. أخيرا هنشوف بقى الرياكشنز عموما بتاعت مجموعة المركبات دي. جميل، يلا بينا. احنا في البداية بس عايزين نعرف ان الإينول او الإينوليت هيكون دايما او بشكل غالب موجود كيتون اللي هي السي دبل بوند او في المركب بتاعنا. وبكده احنا عايزين نشوف السلوك اللي هتسلكه المركبات دي في وجود نيوكليوفيل وفي وجود الكتروفيل، ونعرف حاجة عن الاسيديتي بتاعتها. ففي مثلا عشان نوصل لتعريف الالفا هيدروجين وهنجيلها لما نيجي للنقطة بتاعتها، احنا الاول عايزين نشوف مركب زي فيه سي او زي الالدهيد او الكيتون. ده لما يبقى فيه عنده النيوكليوفيل هيعمل ايه؟ ببساطة يا دكاترة، نكبر هنا شوية. هنا لما يبقى فيه نيوكليوفيل يعني قلنا حاجة عليها لون بير اوف الكترون، هتعمل هجوم على المجموعة بتاعت الكيتون اللي هي الكربون دي، لان دي عليها نقص الكترونات، وبالتالي هتكسر الرابطة دي لصالح الاو. جميل كده، جميل. بعد كده بيحصل ايه؟ قالك الاو دي بتاخد اي اتش من الوسط اللي احنا فيه، اللي هو عندنا فيه وجود ال HOH. ال H دي هتتكسر لصالح ال O، وبعد كده هتكون هي ال OH هنا، والنيوكليوفيل هينضاف على المركب عادي مفيش مشكلة. يبقى دي عملية اسمها ايه؟ الكتروفيل اديشن. جميل الكلام، جميل. طبعا ناخد بالنا ان هنا مفيش مجموعات بتطلع من المركب، مفيش ليفينج جروب، عكس بقى النوع التاني عندنا وهو ايه؟ النيوكليوفيل اسايل او النيوكليوفيليك اسايل سبستيتيوشن. وده برضه بيحصل في وجود النيوكليوفيل، بس العكس هنا ان بيبقى في عندنا ايه؟ بيبقى عندنا هنا مجموعة عندها الكترونيجاتيفيتي عالية شوية زي الزد زي ما كنا بنقول. طيب المجموعة دي بتعمل ايه هنا؟ المجموعة دي بتسحب من هنا، وكمان بتسحب من، والاو فوق بتسحب من هنا. تمام، يبقى احنا كده في سحب من الناحيتين دول. هنعمل ايه هنا بقى؟ قالك هنا الزد مش مخليه المركب يستقر، واحنا عندنا مركب بره او
ذرة بره عليها لون بير اوف الكترون، يعني عندها الكترونات زيادة. فالسحب هنا هيضعف الرابطة بين الاو وبين الزد، بين السي او وبين الزد، وبالتالي هتسمح للنيوكليوفيل ان هو يهاجم. وبعد ما يهاجم النيوكليوفيل هتطلع الزد من المركب عشان المركب. يبقى احنا وصلنا هنا بعد الزد ما طلعت وصلنا للاستابيليتي. تمام. هنلاحظ بقى ده ايه بالظبط عندنا. ده كده في ليفنج جروب اللي هو الزد، وده اسمه نيوكليوفيليك سبستيتيوشن. جميل. ده اللي بيحصل في حالة وجود نيوكليوفيل مع الالدهيد او الكيتون من ناحية، ومع الكربوكسيليك اسيدز من ناحية تانية. يعني الزد دي غالبا هتبقى او اتش مثلا، او السي او او اللي هي استر. جميل كده. تمام. قالك الحاجة التانية بقى اللي ممكن المركب بتاعنا يتفاعل معاها وهو الالكتروفيل. بس قبل ما نشوف تفاعل الالكتروفيل نفتكر بسرعة الكلام اللي قلناه في أول المحاضرة، إن السي او دي بيبقى عندها سالبية كهربية عالية شوية، وبتسحب الإلكترونات من اللي حواليها. وبالتالي قالك وجود الكربون اللي معاها بعديها على طول بيكون مسحوب منها الإلكترونات. طب الكربون اللي بعديها دي يا دكتور اسمها ايه؟ احنا بنسميها ألفا كربون. يبقى الألفا كربون دي هي الكربون اللي بعد مجموعة السي او على طول، ولو في بعديها كربون تانية بيبقى اسمها بيتا. بيتا كده. لو في كربون بعديها بيبقى اسمها جاما. تمام. بس هنا احنا يهمنا ايه في الموضوع ده كله؟ ان ال H دي هتبقى على كربونة مسحوب منها الالكترونات، وطالما هي مسحوب منها الالكترونات هتبقى غير مستقرة. يبقى الحاجة التانية اللي ممكن تحصل في التفاعل معايا هنا ان ال H دي نفسها تزهق من السحب اللي بيحصل على الكربونة دي وتطلع من المركب خالص، وبالتالي هتسيب هنا شحنة سالبة مكانها، وده اللي بنقول عليه الإينوليت اللي هو بالمنظر ده. طيب الأو هنا عليها لون بير، هل هتسكت؟ قالك لأ، هتيجي منزلة تعمل رابطة هنا وهتكسر الرابطة دي لصالحها، وهتاخد أي اتش من المركب وتكون الإين. والاتنين دولت بيبقوا في حالة استابيليتي مع بعض. يعني مثلا الأو دي هتنزل تعمل رابطة هنا، والاتش دي تطلع والرابطة دي تتكسر وتاخد اتش تانية، وهكذا. يبقى هنا هترجع تاني للاتش او هنا هترجع للأو. تمام. ده كده شكل التوتومرايزيشن بينهم، وده هنتكلم عنه بالتفصيل اكتر دلوقتي. طيب قالك بقى في وجود الكتروفيل ايه اللي بيتم هنا يا دكتور؟ ببساطة خالص الإلكتروفيل قلنا حاجة عايزة أصلا إلكترونات، فأول ما تشوف الإلكترونات هوب هتيجي سحبة الإلكترونات مهاجمة عليها، وبالتالي الإلكتروفيل ده هيدخل على الكربونة اللي هي الألفا كربون بدل الاتش. يعني الاتش هنا حصل لها سبستيتيوشن بإيه؟ بالإلكتروفيل. جميل الكلام. جميل الكلام. نيجي بقى لآخر حاجة عندنا هنا في الانترو، وهي مصطلح الاسيديتي. لو تفتكر بقى معايا كده الاسيديتي اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول خالص، قلنا ايه؟ سهولة خروج الاتش، وبالتالي ده سهولة خروج الاتش من المركب بتاعنا عشان الالكتروفيل يدخل فيه، ودي هي مصطلح الاسيديتي عندنا. وطبعا هنا بيقولك ان الاسيديتي بتاعت الكربونايل جروب افضل او اقوى من الايثينيل او الايثاين، اقوى من الايثين، اقوى من الايثان. طيب ما تيجي نقارن احنا بينهم مقارنة سريعة كده. ده كده بشكل مبسط احنا رسمنا الكيتون، رسمنا الاستيلين او الايثاين، ورسمنا الايثين، ورسمنا الايثان. ايه الفرق بينهم بقى؟ قالك هنا السي او هنا عندها قوة سحب شديدة جدا، فبالتالي بتسحب الالكترونات من هنا اكتر واكتر. الكلام ده اكتر كمان من الاستيلين. هي الاستيلين احنا اخدنا قبل كده ان الرابطة هنا قصيرة، فبتسحب الالكترونات او بتسحب الروابط ناحيتها، وبالتالي الاتش هنا بتبقى عندها اسيديتي انها تطلع اكبر كمان من
الإيثان أكبر من الإيثان. تمام. يبقى كل ما قوة الجذب بتاعت الذرة أو الكربون دي للكربون بتاعت ال H عشان تخلي ال H ضعيفة، كل ما زادت الأسيديتي، وبالتالي الأسيديتي هنا هتبقى أكبر من هنا، أكبر من هنا، أكبر من هنا. تمام كده. يبقى نركز في الحتة دي قوي، عشان هو ممكن هنا يجيب لك الكيتون مع أكتر من مركب فيه تريبل بوند أو دبل بوند أو سنجل بوند، ويقول لك قارن بينهم في الأسيديتي. يبقى احنا عارفين ان كل ما قابلية ال H انها طلعت يبقى الأسيديتي بتزيد. هيقول لك مثلا رتب من الأكتر أسيديتي للأقل أسيديتي أو العكس، تبقى انت عارف الحتة دي بتيجي ازاي. يلا بقى هنيجي نشوف شوية في المهم. احنا يعتبر قلنا اكتر المهم، لكن اللي جاي كله بقى هيبقى قرايه للسلايدز مع الشرح، بحيث ان احنا نعرف الخواص وهكذا. هنتكلم دلوقتي عن الاينولز. فبيقول لنا ان الاينولز والكيتو، يعني الاو اتش والكيتون اللي هي السي او، دولت بيكونوا توتومر، يعني اتنين بيبدلوا ما بين بعض في المركبات اللي فيها كربونيل جروب، باختلاف طبعا اللي هي الاختلاف اللي قلناه ما بين الدبل بوند وما بين البروتون. تمام. بس قالك في حاجة مهمة جدا نعرفها، ان هما بيبقوا في حالة ايكواليبريم، يعني استقرار او اتزان، لكن بيبقى الاقوى للكيتو. ليه للكيتو؟ لان احنا قلنا ان السي او بيبقى سالبيتها الكهربية اعلى من الدبل بوند، وبالتالي الدبل بوند نفسها بتفضل انها تبقى موجودة مع السي او مش مع السي دبل بوند سي. جميل. وبناء عليه برضو بنقول ان الكيتو هو عبارة عن المركب بيكون فيه السي دبل بوند او مع السي اتش اللي هي دي. اما الاينول اللي هو ده بيبقى موجود فيه او اتش مع السي دبل بوند سي. طيب يبقى احنا قلنا في حالة ان في سي او في المركب بيفضل ان هو يكون في ايه؟ في الكيتو. عكس بقى حالة تانية خالص هننقلها دلوقتي، وهي لو المركب فيه 2 كيتون. قالك بقى يا دكتور لو المركب فيه 2 كيتون، فهنا بيحصل conjugation system او conjugated system، ان الدبل بوند دي بتتكسر عشان تعمل conjugation مع البوند اللي بعديها. يعني دي مثلا هتنزل تحت هنا، وهتخلي هنا في شحنة كهربية عالية، وبالتالي هتعمل تنافر مع دي، ودي تطلع فوق، ودي تشوف مثلا هيكون عليها الكترونات زيادة فتاخد اتش، وبالتالي هتكون المنظر اللي قدامنا ده كده. احنا دي كده اول خطوة. الخطوة التانية ان الكونجوجيشن ده كمان يتنقل ما بين هنا الرابطة دي والاو دي، وبالتالي هيكسر الاتش دي، والاتش دي هتروح للاو دي، والرابطة دي هتتكسر الدبل بوند دي للاو دي، وبالتالي هتتكسر الرابطة ما بين الاتش والاو، وهتيجي هي كمان للاو دي، وبالتالي هتنزل الرابطة دي تحت، وهنا هيعمل conjugated system اللي هو الروابط في 2 دبل بوند عندي بيتحركوا ما بين اكتر من كربون. قالك بقى في الحالة دي الترابط اللي بيتم ده بيخلي المركب هنا يفضل الاينول. ليه؟ قالك اول سبب الكونجوجيشن اللي بيحصل ده ما بين السي والسي في المركب بيخلي المركب هنا مستقر نسبيا، لان خلاص هو مستقر. الاول ما كانش مستقر، الاو كان بتسحب اكتر، لكن هنا في ريزونانس بيحصل جوه المركب. دي اول نقطة. النقطة التانية قالك بيحصل انترا هيدروجين بوندينج. يعني ايه انترا هيدروجين بوندينج؟ يعني هنا في او اتش اهي، تمام، وفي هنا او، في سالبية كهربية هنا على الاو بتعمل اتش بوند مع الاتش اللي هنا في نفس المركب. الكلام ده بيحصل في نفس المركب، وبالتالي هو بيبقى مستقر مع نفسه نسبيا. عشان كده خلى المركب بنسبة 76% بيحصل اينول توتومرز. جميل كده.
وهنا بقى ممكن نشوف مثال بسيط زي اللي عندنا ده. بيقولك ايه which of the following compound can form enolate form. الانوليت يعني ايه؟ يعني هيحصل ريزونانس عشان يكون الانوليت. جميل. طيب تعالى، هل دي تقدر تطلع هنا او دي تنزل هنا؟ دي ممكن تنزل ودي تتكسر، وبالتالي هتبقى دي عليها شحنة سالبة مثلا، وبعد كده هترجع الرابطة تاني لفوق، يبقى ده تمام. عندنا الشكل التاني بي، هنا دي ممكن تيجي هنا والاو دي هتتكسر لفوق، او الاو دي تنزل لتحت وترجع الرابطة دي مكانها، يبقى تمام. السي اللي هو عندنا اللي ممكن دي تنزل تحت هنا وتكسر دي لهنا، وبالتالي تمام، ممكن تحصل وترجع الرابطة تاني. اخر مثال عندنا هنا في رابطة باي برضو هتيجي فوق هنا وتتكسر دي هنا، وبالتالي برضو دي ممكن ترجع هنا وتعمل وتنزل الرابطة دي تاني، فبرضو المركب ده تمام. هنيجي هنا بقى لنقطة التوتومرايزيشن، وهي حالة الريزونانس اللي المركب بيكون فيها سواء في الأسيد أو البيز، بحيث إن هو يكون ريزونانس stabilized carbocation. هنعمل زوم كده مثلا. احنا عندنا قلنا حالتين، الحالة الأولى اللي عندنا دلوقتي اللي هي الأسيد. قالك في حالة الأسيد بيحصل عندنا بروتونيشن الأول، بعد كده دي بروتونيشن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا في وجود الأسيد اللي هو ال H، موجود H في الوسط عندنا، ال H دي بيهجم عليها الكربونايل جروب بتاعتنا اللومبير بتوعها، وياخدوا ال H دي، بحيث ان هنا الاول يبقى ال O دي حصل لها بروتونيشن، اللي هي خدت H الاول فبقت OH، وبعد كده حصل للكربون اللي تحت دي بروتونيشن، يعني اتكسرت الرابطة بتاعتها وطلع وتكون دبل بوند. دي كده الحالة دي اسمها دي بروتونيشن، يبقى هي حصل بروتونيشن بروسيدز الدي بروتونيشن. جميل. وبعد كده الريموفال الاخير ده اللي حصل، هو ده اللي كون لنا ايه الانو. تاني حالة عندنا اللي هي التوتومرايزيشن او الام بيز. هنا بقى قالك ايه؟ في وجود عندي بيز ال OH. طب ال OH هو اصلا نيوكليوفيل، يعني هو يقدر يهاجم، فهو هنا بيعمل دي بروتونايزيشن الاول او دي بروتونيشن، بياخد ال H لوحده الاول عشان هو يكون ستيبل، وبالتالي هيسيب الكربون دي عليها لون بير اوف الكترونز، ودي عشان تستقر هتعمل الرابطة اللي هنا، وبعدها هتتكسر الرابطة دي لفوق، وهتكون ال O عليها شحنة سالبة، فهتاخد ال H من السولت اللي طلع او من اي HOH موجودة عندي في المركب، فيتكون الإينول. يبقى هنا الاولاني حصل ايه؟ حصل removal of ال H عشان يتكون الإينول، بس هنا addition of enolate form، حصل بروتونيشن هنا عشان يتكون الإينول او الإينوليت. تمام. ونلاحظ هنا، يعني هنا لو في عندنا مثال مثلا على توضيح الاستابيليتي بين الجزئين، فاحنا عندنا ادي ال OH وادي الدبل بوند بيعملوا استقرار مع بعض. يعني هنا الدبل بوند هتنزل او ال H هتطلع عشان تسيب الالكترونات فتعمل رابطة، وبالتالي هيبقى فيه هنا O، وهنا كذلك الرابطة دي ممكن تطلع وتنزل، وده حالة استقرار عموما في المركب. يعني احنا كده خلصنا يعتبر كلام عن الإينولز، فاضل ان احنا نتكلم عن الإينوليت. هنبدأ بقى كلامنا في الإينوليت. فبنقول ان الإينوليت اللي هي مجموعة الكيتون دي لما هتتأين لما يبقى في عندها ألفا كربون عليها اتش هنا، وتيجي بيز او قاعدة يعني تاخد الاتش دي وتسيب الالكترونات على الكربونة، وبالتالي الكربون دي الالكترونز بتاعت الكربون دي هتنزل تعمل رابطة هنا عشان تستقر الكربونة دي، وهتكسر رابطة الكيتون لصالح الاكسجين، وبالتالي هيبقى عليها لون بير او الكترونات زيادة. وهنا احنا الشحنة السالبة هنا او الالكترونات موجودة على مجموعة زي الاكسجين اللي هي بتكون اصلا
الكترونيجاتيف، هي اصلا بتحب الالكترونات، وبالتالي ده سبب كده بيخلي المركب ده خصوصا مور ستيبل. يبقى تاني، السالب على حاجة الكترونيجاتيف بيخلي المركب ستيبل. تمام. دي نقطة. النقطة التانية طبعا ان في ريزونانس بيودي الاينول او الاينوليت فورم ده، يعني من هنا لهنا هتلاقي في ترجع تاني الالكترونز دي تعمل رابطة، وهكذا هيتحرك ما بين الاتنين طول ما في ريزونانس ستابلايزد انوليت ايون. ده بالشكل ده هيكون في stability. تمام. طبعا ده غير لو كون اينول، يعني احنا الالكترونز دي لو في اتش مثلا او اتش او اي حاجة ممكن تاخد منها الاتش وتكون الاينوليت، الاينول فورم اسف. لكن حتى الان في stabilized في الفورم ده. تمام. تمام. يبقى المجموعة دي بتتكون لما يبقى في بيز تشيل البروتون بتاعنا. دي حاجة. الحاجة التانية، وطبعا احنا عندنا ان في كيتون وجنبها الفا كربون، وبالتالي الالفا كربون دي هتكون الاسيديتي بتاعتها اعلى من الاس بي 3. ده ليه؟ لان طبيعي ان في الكترونز بتتسحب منها بسبب الالكترونيجاتيفيتي اتوم اللي هنا، وبالتالي هتخلي الاتش اللي على الالفا كربون تكون مور اسيدك. هنا بقى عندنا بيقول لنا convert each compound to its enol or keto tautomers. احنا هنعمل هنا ايه؟ عندنا مثلا كيتو، او خلينا نقول اينول. تمام. عايزين نحوله للشكل المقابل ليه، وبالتالي هنا عشان نخلي الكيتون هنا يبقى اينول عايزين نخليه او اتش. جميل. يبقى احنا هنعمل ايه؟ هنخلي ان الرابطة دي تتكسر لتحت. تمام. بحيث ان دي يكون عندها اه تقدر تعمل رابطة مع اتشاية، وبالتالي هنلاحظ في الجنب ده احنا عندنا هنا الكيتون اهيت هنخليها تبقى سي او اتش عن طريق ان احنا هنحط لها او اتش، بس الرابطة دي لازم ننزلها تحت عشان يبقى فيه ريزونانس. جميل. دي اول حاجة. الحاجة التانية، عندنا مركب هيتيرو زي ده عليه او اتش. تمام. عايزين نخليه كيتون، يبقى هنخلي ال OH دي تبقى CO، يعني هنا عايزينها دبل بوند O، وبالتالي الكيتو فورم هنا بيقول لنا اهوت ال CO. تمام. وبيبقى فيه حالة ريزونانس مع ال OH. بس نخلي بالنا بقى هنا احنا عملنا ايه؟ احنا خلينا ان الدبل بوند دي هي اللي هتطلع فوق عشان تكسر او تكون رابطة وتكسر الرابطة بين ال O وال H، وبالتالي احنا ضفنا هنا H. يبقى الفرق ما بين هنا وهنا في الكربون اللي كانت جنب الكيتون على طول، ان احنا عملنا هنا مثلا سحبنا اتشاية وهنا حطينا اتشاية. فنخلي بالنا من حاجة زي دي واحنا بنرسم، مثلا بنعرفه ان احنا هنا مثلا زودنا اتش عشان احنا نقلنا الرابطة دي فعشان يكون المركب مستقر، وفي الحالة دي برضو احنا هنا بقى ايه؟ شلنا اتش. تمام. طيب احنا فوق هنا شفنا ان الانوليت ممكن نجيبها من الكيتو. طيب قالك في حاجات تانية ممكن نجيب منها الانوليت ده من الاستر والنيتريل، الاستر او الدايستر او الدايكيتون بعد كده، والنيتريل. طيب نشوف مثلا احنا عندنا هنا الاستر بيكون COO، فهنا عندنا ادي COO بتاعت الاستر. جميل. طيب احنا في وجود البيز اللي قلنا بتاخد الاتش. طب احنا عندنا الاتش فين؟ الاتش هنا على الكربون اللي بعد المجموعة بتاعت الاستر، وبالتالي الاتش دي موجودة هنا، فالبيز هتاخدها وتسيب الالكترونات مكانها، وبالتالي بقى عندي هنا في كثافة الكترونية. طب الكثافة الالكترونية دي عايزة تستقر، فهتعمل رابطة دبل مع الرابطة اللي بينهم، وبالتالي هنيجي هنا مثلا لما هي هتنزل هنا هتعمل رابطة هنا وهتكسر دي فوق. هتكسرها ليه؟ عشان الكربونة دي يبقى حواليها 4 روابط بس وتستقر، وبالتالي الشحنة النيجاتيف هنا هتتنقل على
الأكسجين فوق. وقلنا طالما شحنة سالبة على إلكترونيجاتيف أتوم يبقى المركب ده مور ستيبل عنده. تمام. ودولت كده الشكلين بتوع الانوليت ريزونانس ستابلايز. تمام. طيب الحاجة التانية عندنا النيتريل اهي السي تريبل بوند ان، وعندنا البيز هتاخد الاتش من الكربون اللي جنبها، وبالتالي هتسيب عليها كثافة إلكترونية، هتعمل بعد كده رابطة هي مع الرابطة اللي بينها وبين السي. جميل. وهتكسر رابطة ما بين السي والان عشان تطلع فوق، وبالتالي هيكون في نيجاتيف الكترونز على الان، وده هيكون اكثر استقرار. تمام. الحالة التالتة عندنا يكون فيه بيتا دايكربونايل كومباوند، يعني مركب فيه أدا مثلا على اعتبار ان دي هتبقى الالفا وهنا في بيتا وبيتا. تمام. فهنا عندي داي كربونايل جروب، أدا واحدة وهذا التانية. البيز هتاخد الاتش منهم لان دي المور اسيدك هنا، وبالتالي هيحصل ايه؟ هيحصل ان هيبقى فيه density of electrons هنا. طيب الدينستي اوف الكترونز دي مرة بقى ايه؟ هتنزل يمين، مرة هتنزل شمال اسف، وهتكسر الرابطة دي لصالح الاكسجين، والالكترونات هتبقى هنا. المرة التانية هتيجي دي نازلة تاني هنا وترجع الالكترونات مكانها، فتعمل رابطة على اليمين هنا وتكسر دي فوق، وبالتالي هنا هيبقى عندنا شكلين من الريزونانس هنا في الانتقال غير الشكل الاولاني، فهيبقى عندنا 3 اشكال من الريزونانس ممكن تكونهم البيتا دايكربونايل كومباوندز. هنا في سؤال كويس معانا وهو بيقول لك احنا عندنا 3 مركبات هنا، عايزين نرتب ال H اللي في النص دي اللي هي CH2 دي حسب الاسيديتي. تمام. فاحنا عايزين نعرف الاسيديتي، قلناها قبل كده هتكون عبارة عن ايه؟ سهولة خروج البروتون. طيب سهولة خروج البروتون دي مرتبطة بيه ان احنا عندنا مجموعة بتسحب منه، فهنا عندي دايكربونايل في كل المركبات دي. طيب الدايكربونايل دولت بينهم CH2 واحدة بس، فمعنى كده بيتسحب منها في الجنبين، فالالكترونز هنا هتبقى سهلة جدا، البروتون اللي هنا هيبقى سهل جدا انه هيطلع عشان يستقر ويسيب مكانه الالكترونات. طيب هنا في برضو دايكربونايل زي ما احنا شايفين هنا وهنا، بس الفرق ان في كمان CH2، وبالتالي CH2 دي هتضعف سحب المجموعة اللي عندنا دي، كمان هتساهم انها ممكن تدي الكترونات لدي لانها عندها بوزيتيف اي، فبالتالي سهل انها تدي الكترونات وتعوض شوية ال CH2 دي عن الفقد الالكترونات اللي بتلاقيه، وبالتالي ده هيبقى اقل من ده. تمام. طيب الحالة التالتة عندنا في 2 كيتو، والكربونة اللي في النص حواليها 2 CH2، وبالتالي كل واحدة هتساهم انها تدي شوية للي في النص، وهما الاتنين بيتسحب منهم في الجناب، يعني مش بيتسحب منها مباشر، يبقى دي اقل كمان في السحب من دي، اقل من دي. يبقى احنا عايزين نعمل increasing الاسيديتي، يعني من الاقل اسيديتي لاعلى اسيديتي، هيبقى ده اول مركب في اول مركب في اللوست اسيديتي، يبقى قلنا ده هيبقى اول مركب في اللوست اسيديتي، بعد كده ده تاني مركب، بعد كده ده تالت مركب. ليه اخترنا ده؟ قلنا لان كل ما ال CH2 دي يكون بيتسحب منها الكترونز اعلى هتكون مور اسيدك، وبالتالي هتبقى easily to erase او تطلع يعني ال H اللي على ال CH بتاعتها. قلنا عشان نكون الانوليت لازم لنا بيز في التفاعل عشان تاخد الاتشاية دي وتكسر الرابطة، وبالتالي هيكون في الكترون تعمل ريزونانس وتكون الانوليت،
وتطلع لنا حاجة اسمها conjugate acid. تمام. قالك بقى كل ما البيز اللي هنا هتبقى قوية، يعني كل ما البي كي اي بتاعتها هتبقى اقوى او اعلى، كل ما التفاعل هيمشي ناحية اليمين. يعني هنا يلزمنا بيز تكون قوية جدا عشان نكون الانوليت فورم بتاعنا ويكون الكونجوجيت بيز. تمام. طيب ايه انواع بقى البيز اللي عندنا؟ احنا عندنا هنا امثلة من اول ال NaOH. تمام. بعد كده ال NAD او البوتاسيوم مع OR. جميل. وعندنا بعد كده ال NaH وال NaHCH كل 2، وفي الاخر كل 2 دي ليثيوم. تمام. وهنتكلم عنها دلوقتي في ال LDA. قالك احنا كل ما بننزل تحت كده بيحصل، احنا عندنا الاول في كونجوجيت اسيد اهوت بيتكون. جميل. وفي عندنا للكونجوجيت اسيد ده بيكون فيه بي كي اي. احنا عندنا هنا قالك بقى كل البي كي اي اللي تحت ال20 دي بتكون انوليت بنسبة قليلة. يعني احنا عندنا اهو الانوليت اللي بتتكون من 1% او من 1 ل10. وفي الحالة دي عشان نستخدمهم لازم يبقى المركب اللي انا هبدأ بيه التفاعل يكون حاجة قوية جدا، زي مثلا الدايكربوكسيليت او الدايكربونايل جروب زي اللي استخدمناها من شوية. يبقى في حالة ان انا هستخدم بيز ضعيفة يبقى هستخدم معاها مركب قوي عشان يعمل الانوليت بتاعتنا. تمام. ده عكس طبعا ان احنا عندنا الاخر 2 بيز عندنا دول البي كي اي بتاعتهم اكتر من 20، وبالتالي بتكون انوليت بنسبة 100%، يعني بتخلي التفاعل يتجه لليمين بشكل افضل. تمام. وده الكلام اللي قلناه ان طالما البي كي اي بتاعت الكونجوجيت اسيد اقل من 20 هنلاقي ان سمول اكاونت بس من الانوليت اللي اتكونت. وعشان نعمله او نخلي التفاعل نستخدم فيه البيز دي بنستخدم 1 و3 دايكربونايل كومباوند. تمام. عشان دي بتكون مور اسيدك. تعالوا بقى نتكلم شوية عن ال LDA او الليثيوم داي ايزو بروبايلاميد. احنا عندنا في ان في النص وفي حواليها 2 ايزوبروبايل، عشان كده قلنا داي ايزوبروبايلاميد. تمام. طيب دي قلنا هي بتكون سترونج بيز. تمام. من اقوى السترونج بيز اللي عندنا، اقوى حاجة فيهم. ودي بتكون سترونج نون نيوكليوفيليك بيز. ليه؟ قالك عشان هي بتكون بالكي، فالبالكي دي على الرغم انها موجودة، يعني ال دي المفروض البالكي بيقلل التفاعل، لكن مع ال LDA بيز لا تزال تشتغل كنيوكليوفيل قادرة على انها تشيل البروتونز من الكيتون اللي عندنا. تمام. المثال اللي عندنا هنا بيقولك ان احنا بنستخدم ال LDA في وجود ال THF عند 78 مع الكيتو او الكربونايل كومباوند. تمام. وبيتكون عندنا في الاخر الداي ايزوبرو ال LDA عندنا في الاخر بيحصل لها ايه؟ في الاخر بتعمل دي بروتينيز. وعندنا المركب نفسه اللي هو الكيتو اللي عندنا بيتشال منه ال H ويتكون عليه الالكترونات اللي تقدر تعمل بعد كده ريزونانس وتكون الانوليت فوق. تمام. هنتكلم دلوقتي بقى ان شاء الله عن الجنرال reactions of enolate واحدة واحدة كده مع بعض. قبل ما نبدأ في التفاعلات بقى يهمنا نعرف كام حاجة كده، واولهم ان الانوليت، احنا قلنا الانوليت دي بيكون عليها نيجاتيف تشارج، سواء بتكون موجودة على الاكسجين او بتكون موجودة على الكربون، وبالتالي هو بيتفاعل طالما عليه الالكترونات يبقى بيتفاعل كنيوكليوفيل وبيحتاج الكتروفيل عشان يتفاعل معاه. بس في نقطة تانية،
ان الالكترونات دي عشان بتعمل ريزونانس على من الكربون للاكسجين بتبقى موجودة في الاتجاهين دولت. فالنيوكليوفيل ده بنسميه هنا امبيدنت الكتروفيل. تمام. و قال لك بقى مع التفاعل لقوا ان التفاعل ما بيفضلش تماما ان الالكتروفيل يبقى يدخل على الاكسجين اكتر من انه يدخل على الكربون. يعني الطريق المفضل بالنسبة لنا يكون دخول الالكتروفيل على الكربون، وده نظرا لان الالكترونات بتقعد على الكربون اكتر من الاكسجين هنا، وبالتالي هنا اكتر نيوكليوفيل، وبالتالي هيبقى ده المفضل على التفاعل بتاعنا. كنا قلنا فوق ان الانوليت بتتكون من خروج الهيدروجين بتاع الالفا كربون، فقال لنا في حالة بيكون فيها unsymmetrical carbonyl compound، يعني مركب بيكون فيه زي ما احنا كده unsymmetrical هنا غير مساوي هنا، وبالتالي في عندي في المركب ده حوالين الكربونيل 2 هيدروجين. ادي هيدروجين وادي التانية، دي سكندري ودي تيرشري عشان في هنا ميثايل. المركب ده اسمه 2 ميثايل سايكلو هيكسانون. تمام. قال لنا لما هنعامل المركب ده ببيز هيحصل حاجتين، اما ان البيز مرة هتدخل هنا او مرة هتدخل على اللي هنا عشان تاخد الهيدروجين ده. يعني مرة هتاخد التيرشري هيدروجين ومرة هتاخد السكندري هيدروجين. وهنا اللي احنا شايفينه ادا لما هنشيل السكندري هيدروجين اللي هو اللي هنا، جميل، هيتكون عندنا الشكل ده اللي هو الانوليت، اتكون بالدبل بوند بعيد عن الكربون. تمام. ده اسمه كاينيتيك انوليت. في بقى التاني، الشكل التاني عندنا اللي هو احنا شلنا فيه الترشري هيدروجين اللي هنا، واللي اتكون هنا اسمه ثيرمودايناميك انوليت. تمام. هنا الرابطة ما بين كربون وكربون، وتقدر تقول في اكتر من كربونة، فقال لك ده اسمه برضو more carbons bonded to the C double bond C. تمام. ونعرف برضو ده المور substituted انوليت، يعني هو انوليت في مور substituted مشتقات اكتر. قال لك برضو ان الانوليت ده هو الموست ستيبل عشان وجود الدبل بوند دي بين الكربون دي والكربونة دي، وبالتالي هو الرابطة هنا فيها اكتر من كربوناية متصلين بيها. تمام. لكن هنا هيبقى فيه هنا كربوناية واحدة لان دي اكسجين، ودي كمان كربوناية واحدة، يبقى هنا واحد وواحد، هنا واحد واتنين كربون. تمام. هنا بقى مقارنة بسيطة كده بين الكاينيتيك انوليت والثيرمودايناميك انوليت. ان هنا الاول الكاينيتيك انوليت ده بيتكون مع سترونج بيز، سترونج نون نيوكليوفيليك بيز زي ال LDA اللي خدناها من شوية. اما الثيرمودايناميك ده بيتكون في وجود سترونج بيز زي مثلا ال RO عادي. تمام. تاني حاجة هنا ده البولر سولفنت اللي هو الابروتيك سولفنت فيه اللي هو ال THF التترا هيدروفيوران. هنا السولفنت بتاعه بيكون بولار بروتيك سولفنت زي ال ROH. تمام. هنا بيتم في -78، هنا بيتم في الروم تمبريتشر. وهنا ممكن السؤال يجي مثلا يقولك الثيرمودايناميك انوليت فورمد in the following reaction true ولا false. يعني بيديك الرياكشن ويقولك المركب ده سواء مثلا هو هيحط لك RO والشروط دي، او هيديك ال LD مع الشروط دي، ويقولك ممكن هنا مثلا الثيرمودايناميك هيتكون true ولا false. طب وهنا الكاينيتيك انوليت هيتكون ولا لا، وهكذا يعني. وممكن طبعا true او false، فنركز في السؤال بالطريقة دي. دلوقتي بقى هندخل على الرياكشن وهنقسمهم واحدة واحدة كده مع بعض. اول تفاعل عندنا هو الراسمايزيشن. تمام. الراسمايزيشن ده فيه بنكون 2 انانشومرز زي ما احنا شايفين. طيب ده بيتكون ليه؟ قالك لان المركب بتاعنا اللي هو الكربونايل جروب بتكون الكربونايل دي الالفا كربون ليها عليها اتش ومجموعة تانية، وبالتالي بتكون هنا اصلا الهيدروجين دي
عرضة انها تعمل راسماليزيشن. طب ده بيتم ازاي؟ بيتم عن طريق الاول ان احنا بنحط اكواس بيز. جميل، هنحط بيز، البيز دي هتشيل عندنا الهيدروجين، وبالتالي المركب اللي هيتكون عندنا اللي هو الإينوليت بالمنظر ده. طبعا الإينوليت الإلكترونات هنا ايه على الكربوناية، عشان احنا قلنا هي بتفضل وضع الكربون. جميل، بعد كده هنعمل، احنا كده عملنا دي بروتينيشن. بعد كده هنعمل بروتينيشن في وجود ال H2 ال HOH برضو، هينضاف هيدروجين هنا. تمام. الهيدروجين اللي هيدخل ده بقى هيدخل مرة فرونت، يعني هيدخل مرة للأمام سوليد هنا، والمرة التانية هيدخل بيهايند اللي هو داشت زي هنا. وده كان الراسمايزيشن. تمام، اللي اتكون عندنا اسمه راسمة ميكستشر. الحاجة التانية عندنا اللي هي الهالوجينيشن، يعني هندخل هالوجين. الهالوجين ده غالبا بيكون اما بروم او كلور، بس الاغلب هنا هنشوف البروم مثلا. فممكن نعمل هالوجينيشن هنا في وجود اسيد، وده اللي بيعمل مونو سبستيتيوشن على الالفا كربون. او ممكن نعمل هالوجينيشن في البيز، وهنا بيعمل بولي سبستيتيوشن، وهنفهم يعني. اخر حاجة عندنا ممكن نعمل هالوجينيشن للكيتونز، المثال الكيتونز دي باكسس X2 في وجود البيز. يعني احنا الحالتين دولت ده بيز بس، وده بيز مع اكسس من الهالوجين، وده هيحصل حاجة اسمها اوكسيداتيف كليفج. تمام. يلا في وجود الاسيد هيحصل عندنا مونو سبستيتيوشن، يعني هيدخل هالوجين واحد مكان الهيدروجين ده، لان احنا عندنا في بيز هنا خدت كسرت الهيدروجين، وبعد كده الالكترونات اللي هنا هتاخد الهيدروجين اللي موجود عندنا، وبالتالي هنا مونو سبستيتيوشن. طيب في وجود البيز، قالك البيز هنا هتكسر الهيدروجين الاتنين دولت، وهيدخل مكانهم الاكس 2 اكس هنا واكس هنا، يبقى هتطلع مرة اتشاية، هتاخد مكانها اكس، وبعد كده هتاخد التانية ويدخل مكانها اكس. طيب لما يكون في بيز بس حطينا اكسس بقى من الاكس 2، هيحصل ايه هنا؟ الهيدروجين اللي عندي هنا هيتم استبداله، بس قبل استبداله هيحصل حاجة اسمها اوكسيداتيف كليفج، اللي هو المركب هيتأكسد اصلا هنا، يتكسر الرابطة بين الكيتون والكربون دي، والكربوناية دي بالتلاتة دولت هيتكونوا دي ودي ودي، هيتكون مكانهم CH3، وهيبقى ال CH اللي هي السي ديت هتاخد رابطة بس مع هيدروجين عشان تعمل الهالو فورم. تمام. الحاجة التانية هيبقى LRC، وهيتأكسد فهيبقى CO. تمام، يبقى عمل الأسيد عندنا. تمام، يبقى هنا الهالوجينيشن عندنا مونو سبستيتيوشن بالأسيد، في بولي سبستيتيوشن اللي هو هيدخل اتنين بالبيز، في بعد كده اوكسيداتيف كليفج اللي هو هيتكون الاستر عندنا، وهيتكون الهالو فورم اللي هو السي مع اتش من الوسط، والتلاتة هيدروجين دولت هيتكون مكانهم هالو فورم. تفاعل بقى مترتب على التفاعل اللي احنا لسه عاملينه، اللي هو احنا مثلا لسه جايبين دلوقتي الهالو، اللي هو ان احنا ندخل هالوجين على الالفا هيدروجين او الالفا كربون اللي هنا بدل الالفا هيدروجين. تمام، هنا كل اللي عملناه ايه؟ جبنا مركب سايكلوكيتون هنا، سايكل هكسانوني يعني، وحطينا عليه البروم في وجود CH3COOH، وعملنا ايه؟ دخل لنا البروم مكان الهيدروجين اللي كانت هنا. ده كده اسمه 2 برومو سايكلو هيكسانون، اللي هو عندنا الفا، بدل الالفا هيدروجين بقى الفا برومو، الفا هالو كربونايل كومباوند. والمركب ده في الحالة دي بيعمل تفاعلين معا، يبقى احنا ممكن نجيب تفاعل الاول ندخل الالفا برومو هنا، وبعد كده هنلاقي فيه تفاعلين معانا. الاول في وجود عندنا بيز زي الليثيوم كربونات،
في وجود ال DMF وال LIBR هيعمل عندنا elimination. يعني ايه elimination؟ يعني البروم دي هتطلع تاني وهيطلع معاها هيدروجين من هنا عشان يطلع HBr ويكون عندنا هنا ايه دبل بوند، يبقى في هنا دبل بوند اتكونت جديدة. الحاجة التانية اللي ممكن يعملها ان هو ممكن يتفاعل مع نيوكليوفيل CH3NH2. تمام، وهنا هيحصل ايه؟ هيحصل SN2 رياكشن. وفي عندنا ال NH2 دي، تمام، هيطلع منها H اللي هتدخل على مكان البروم وتتنافس معها على نفس المكان، ويطلع منها H من هنا مع الBr ويتكون ال N هنا هيبقى عليها الميثايل دي، وهيتفضل عليها اتشاية هتبقى ال NHCH3 مع الحلقة بتاعتنا. تفاعل تاني عندنا وهو Direct Enolate Alkylation، أو من خلاله بنزود كربون كربون بوند على الألفا كربون. يعني احنا بنزود في المركب كربوناية، قبل كده التفاعل اللي قبله زودنا دبل بوند، هنا هنزود كربوناية أو عدد من الكربون حسب ال Rx اللي هندخله. وفي احنا بنعمل ايه؟ بناخد الالدهيد او الكيتون اللي عندنا ده الدهيد هنا، الالفا كربون دي هنعملها بيز زي ال LDA فهتشيله وهتكون النيوكليوفيل عندنا اللي هو الإينوليت. تمام. تاني حاجة عندنا الإينوليت ده لما نفعله مع ال RX، ال R دي بعدد الكربون اللي فيها أيا يكن 1 أو 2 أو 3 هيزيد على المركب بتاعنا، وبالتالي حصل substitution لل R دي دخلت مكان الهيدروجين اللي كانت موجودة عندنا. تمام. وتاني بنقول ان التفاعل ده احنا زودنا فيه كربون كربون بوند. لو فاكرين بقى كنا قلنا ال unsymmetrical ketones اللي هي الكيتونات اللي بتكون عندي الكاينيتيك والثيرمودايناميك إينوليت، ده باختلاف البيس طبعا. يعني احنا قلنا التوميثايل سايكلوهكسانون ده لما هنعمله بال LDA مع ال THF عند سالب 78 درجة سلسيوس، اللي بيحصل عندنا ان ال H اللي هنا هي اللي بتتشال، وبالتالي النيجاتيف هتكون هنا. جميل. طيب لما نضيف عليه بقى نعمل الكايليشن اللي هو هنضيف ال RX عندنا، فال R هنا هتدخل على الكربونة دي. تمام. فهيكون 2 و6 دايميثايل سايكلوهكسانون. طيب جميل. طيب لما نغير شروط التفاعل بقى ونكون الثيرمودايناميك، وبالتالي النيجاتيف تشارج مش هتبقى هنا، هتبقى في الجنب ده على الكربونة دي، وبالتالي الميثايل دي هتدخل على الكربون دي ويتكون 2 و2 داي ميثايل سايكلوهكسانون. نشوف اللي بعده. تفاعل تاني عندنا وهو اسمه مالونيك استر سينثيسيس. وفيه بنعمل ايه؟ قالك احنا فيه بيبقى عندنا مركب زي الدايثايل مالونيت. تمام. ده بنعمل بنعمله في التفاعل ده بحيث ان هو يطلع لنا اما مركب فيه كربوكسيليك اسيد عادي رابطة بكربوناية، او الكربوكسيليك اسيد رابطة باتنين ميثايل. فهنا مثلا بيقول لنا السينثيسيس ده بنحول الداي ايثايل مالونيت لكربوكسيليك اسيد having 1 or 2 alkyl group. تمام. وده بيتم على 3 خطوات زي ما هنشوف دلوقتي. اول خطوة عندنا وهي الديبروتونيشن، يعني احنا الداي ايثايل اهو عندنا بالشكل ده. هنعمل اول حاجة البيس هتشيل البروتون فهتعمل ديبروتونيشن، بعد كده بيدخل ال RX عشان يدخل ال R مكان الهيدروجين اللي طلعت، واخر حاجة بتحصل الهيدروسيز والديكربوكسيليشن اللي هو هيحصل عندنا هيدروسيز في وجود ال H3O وحرارة، فهيكسر المركب عندنا كمان لل RCOOH بالشكل ده.
تمام. هنا بقى قالك ايه، لو ال RX اللي داخلة على المركب دي خليناها داي هالايت، وكمان خلينا الكربون بتاعتها اكتر من كربون، فهنا احتمال احنا بنفعل داي هالايت حلو مع المركب بتاعنا، وده كده ممكن يكون لنا رينج، يعني هيكون حلقات مقفولة مكونة من 3 to 6 اتومز حسب اللي احنا هندخله هنا. فمثلا احنا عندنا اول حاجة عملنا الدي بروتونيشن، و كونا الانوليت هنا في وجود الهالايد هنا هيدخل مكانه من الكربون دي. تمام، يعني هنا كده الهالايد هيطلع عشان يدخل الار على الكربونة دي اللي عليها الكترونات زيادة، وبالتالي المركب اللي هيتكون عندنا بداية من الكربونة دي دي الكربون اللي دخلت ادا 1 2 3 4 1 2 3 4 والبي ار بتاعتنا. تمام. طيب كده احنا ايه عملنا خطوتين، اول واحدة اللي هي الدي بروتونيشن زي ما شفنا، وعملنا الالقيليشن. طيب في وجود بيز بقى تانية هيحصل ايه، هيحصل برضو هنا دي بروتونيشن تاني، وهيحصل القيليشن من الجنب ده، وبالتالي المركب هيقفل عندنا من هنا. هنكون بقى اخر خطوة عندنا، هنعمل هيدروليسيس وديكربوكسيليشن عشان نكون السايكل عندنا ويتكون الكربوكسيليك اسيد بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. تمام. يبقى تاني ببساطة احنا دخلنا هنا داي هالايد فيه 1 2 3 4 كربون هيدخلوا على الكربونة اللي عندنا. تمام، وبالتالي هيبقى فيه عندنا 5 كربون. جميل. يبقى احنا بنكسر الاسيدز بنطلع COO، والاسيد التاني بيتكون COOH، وعندنا كربوناية، الكربوناية دي بنزودها على عدد الكربون اللي احنا هندخله. فاذا انا عايز ادخل مثلا اعمل وليكن حلقة مكونة من 3، يبقى انا المفروض هدخل داي هالايد بس بينهم 2 كربون. لو عايز ندخل 4 هنخليهم مثلا بدل 2 كربون 3 كربون وهكذا. يبقى احنا هنا بناخد عدد الكربون وبنزود عليه كربوناية عشان نقفل الرينج بتاعنا. تاني تطبيق معانا بعد المالونيك ستار سينثيسيس هناخد حاجة اسمها اسيتو اسيتيك اسيد او اسيتو اسيتيك استر سينثيسيس. تمام، دي فكرتها هي نفس الفكرة اللي فاتت، ان احنا بناخد اسيتو اسيتيت ادى الاسيتو ادى الاسيتيت، يبقى يصيل عندنا اسيتو اسيتيت. بناخد مركب زي ده وبنعمل فيه زي ما عملنا في المالونيك استر من شوية، بنطلع من ده بقى ايه كيتون. هنا كيتون مش اسيد، كيتون في ار او اكتر من ار. بيتم بنفس الخطوات. عندنا بنعمل الاول دي بروتونيشن ببيز. جميل. بعد كده بيحصل الانوليت هنا، وندخل الار اكس عندنا عن طريق ان احنا هنعمل الالقيليشن. بعد كده بنعمل هيدروليسيس والديكربوكسيليشن عشان يكون الكيتون عندنا مرتبط بيها ار. تمام كده. تمام لحد هنا. قالك بقى ايه، لو مسكنا المركب ده قبل الهيدروليسيس والديكربوكسيليشن هو كده فيه ادا 1 2 3 فيه لسه هيدروجين موجودة، ففي الفا هيدروجين. فقالك لو حصل تاني ان احنا نعمل ريبيتد قبل الهيدروليسيس، هنكرر العملية تاني قبل الهيدروليسيس، فكده احنا هندخل القايل تانية على المركب بتاعنا وبعد كده هنعمل الهيدروليسيس. تمام. يبقى الفكرة هنا ان احنا لو عملنا ريبيتد هنا هندخل القايل تانية على المركب بتاعنا، وبالتالي هنعمل نيو سي بوند هنا. تمام. اخر حاجة معانا هنا وهي متكررة في السلايدز شوية، وهي الريترو سينثيسيس او ريترو سينثيتك اناليسيس. وهي فكرتها ان ريترو دي يعني بنرجع بالتفاعل بتاعنا عشان نعرف مكوناته ايه، او محتاجين ايه من المكونات عشان نجيب البرودكت بتاعنا. وليكن مثلا هو بيديني مركب
زي ده عندنا ده البرودكت. فاحنا بنرجع بيه ازاي؟ احنا بنقسم المركب، بنحدد الاول الالفا كربون بتاعته، ومن عند الالفا كربون دي هنفصلها لجزئين. جزء الاول هيدينا الار اكس اللي ممكن ندخله على المركب، والجزء التاني هنقسمه لحاجة من اتنين، اما ايسايل اسيتو اسيتيت او ممكن نخليه داي ايسايل مالونيت. يبقى احنا كده ممكن نخلي المركب بتاعنا في الريترو سينثيتك هنخليه يا اما ار اكس جزء، والجزء التاني هنا عندنا هيكون داي ايسايل مالونيت، او ممكن عندنا نخليه ايسايل اسيتو اسيتيت. طيب ده بناء على ايه بقى؟ ايه الاختلاف ما بين هنا وما بين اللي فوق؟ الاختلاف ان هنا مثلا البرودكت بتاعنا فيه سي او اتش او سي او سي اتش 3، فهنا الكيتون مربوطة بميثايل، مش مربوطة، مش كربوكسيليك، هنا كيتون. فهنا بالتالي هنخلي الجزء ده من المركب كله هيكون ايسايل اسيتو اسيتيت. تمام. طيب وهنا الجزء بتاعنا المركب نفسه بيكون كربوكسيليك سي او او اتش، وبالتالي هنخليه داي ايسايل مالونيت. تمام. بس نركز بقى ان المركب هنا عندنا عبارة عن، قلنا أداة سي او، تمام، أداة ار دي هنجيبها من الار اكس، وفي ار تانية، الار التانية دي هنجيبها منين؟ هنعمل ريبيت في التفاعل هنا عشان ندخل 2 ار ونجيب الار اكس من هنا. تمام. هنا بقى اخر حاجة معانا سؤال كويس خالص، بيقول لنا الرياكشن اوف داي ايسايل مالونيت مع 1 و4 داي كلورو بيوتان، ده هيدينا سايكلوبنتان كربوكسيليك اسيد، صح ولا غلط؟ طبعا يفضل ان احنا نرسم الكلام ده. طيب المالونيت، لو خدنا نرسم المالونيت بالشكل ده، تمام، وهيتفضل لنا عندنا 1 و4 داي كلورو، هنرسمه برضو أدا 1 و4 داي كلورو بيوتان. طيب البيوتان ده 1 2 3 4، جميل، واحنا عندنا ده أدا المالونيت. فاللي هيحصل عندنا أول حاجة الكربوكسيليك أسيد هتتكون زي ما احنا قلنا، فطالما هو الكربوكسيليك أسيد مش كيتون يبقى الكلام تمام، بداية الكلام مظبوطة. الحاجة التانية احنا هنشيل الجزء ده، وهيبقى فاضل الكربونة دي عندنا هتتفاعل، هتربط مع دي كده، والكربونة التانية هتربط معاها كده. يبقى احنا عندنا اللي هيتكون أدا 1 2 3 4 5 يبقى هيتكون سايكلوبنتان كربوكسيليك أسيد، مظبوط. تمام. يبقى كده برضو في حاجة تانية تخلينا نعرف السؤال ماشي في السياق صح ولا لأ. الأول طالما في مالونيت يبقى كربوكسيليك أسيد، والمركب اللي داخل عدد الكربون هيزيد 1، يعني هو لو بيوتان هيبقى بنتان، وهكذا. يبقى الكلام ده صح. طبعا هنختم خالص بقى ب2 سنسز هنا من التفاعلات اللي احنا خدناها، ده كهوم وورك كده نحلهم ونتابع مع بعض ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.